السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ وحشني يا طيبين. النهاردة بقى عندنا وصفة قمر يا جماعة، حبة طعمية كده ما تقولوش ولا أجدع كبابجي في الدنيا. دي من الطعمية اللي تقولي عليها وانتي معدية كده من قدام المحل تبقى دماغك هتضرب عايزة تاكلي سندوتش. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله إحنا النهاردة معانا بصلاية حلوة مزقلطة أمورة كده، بنت ناس يعني. ومعانا 5 فصوص توم. والأساسي بتاعنا في الطعمية عشان تديك الريحة والنكهة زي ما بتشميها قدام المحل بالظبط، هو الكرات. تمام. وعلشان خاطر نعزز الطعم وكمان نعزز النكهة، بحط كمان كام عود كده من الكزبرة الخضراء. انا هحط كزبرة ناشفة بس مش دلوقتي، كل حاجة هتشوفيها معايا واحدة 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 لحد ما نوصل مع بعضنا في النهاية. طب انت يا حبيبة هتاخديها تدوقيها عند الراجل ولا تعمليها في البيت؟ لا، ما احنا اتفقنا ان كل حاجة هتبقى عندنا من البيت. اللي هو ايه، هنستعمل اي حاجة تيجي في دماغنا. فكرت كتير وقليل، طب اعملها بانهي طريقة؟ لقيت طريقتين حلوين، انا هعمل لكم الطريقة الاولانية والطريقة التانية، بس على ما اظن الطريقة التانية هتبقى افضل بكتير. لان الطريقة الاولانية انت بتستخدمي فيها مية والطعمية ما تبقاش محتاجة مية علشان خاطر ما تطراش منك في الزيت. هنا كان معايا نص كيلو من الفول المدشوش، انا كنت نقعاه تقريبا قبليها ب5 ساعات. ماشي. هنبتدي نجيب بتاعنا الخلاط الحلو الأمور ده ونحط فيه الكمية المناسبة، وكمان معانا شوية مية صغيرين. هتبتدي تعملي ايه علشان نتخلص من المية دي؟ لان لازم الطعمية ما يكونش فيها مية خالص. فانتي بتاخدي الكمية بتاعتك وبتاخدي كل اللي بتستعمليه ربع كوباية مية، واللي انا بصوا عشان بس الخلاط يمشي زي ما انتوا شايفين كده، هي دي النتيجة اللي هتديكي زي الطعمية بتاعت اللي بيدقها في الجرن بتاعهم او الأداة اللي هم بيستعملوها. معلش لو انا صوتي منبوح شوية وكمان ريقي ناشف جدا، فالحمد لله على كل شيء. بتحاولي انت تقلبي بالاسباتولا بتاعتك كده. وطبعا هنرجع بقى نكمل مع بعضينا زي ما انتوا شايفين كده. الطعمية انا بضربها في الخلاط بشوية المية اللي احنا اتفقنا عليهم من الاول. ليه؟ عشان بس تحرجي الخلاط ويقدر الخلاط يمشي معاكي. تمام. هخلي شوية هم في الاخر هقول لكم انا هعمل بيهم ايه. دول التجربة التانية اللي احنا هنعملها فين؟ في الكبة. وهقول لكم الطريقتين، انهي واحدة اللي نفعت وانهي واحدة كويسة. تمام. انا بحط الاول منخل زي ما انتم شفتوا كده على حاجه عاليه، بحيث ان انا اصفي الميه اللي تنزل من الطعميه اول باول علشان لما اجي اقليها ما تبقاش طريه في الزيت. تمام. خدت الحبه اللي باقيين عندي هم زي ما انتم شايفين وحطيتهم، وهضربهم دلوقتي بالكبه، وهاخد شويه من الميه اللي نازله بالمعلقه عشان الكبه بس تعرف تتحرك معايا. هتلاقوها نفس اللي احنا بنستعمله او اللي احنا عملناه في الخلاط، وهتلاقوا نفس اللون وهتلاقوا نفس الملمس. مفيش اي حاجة بتتغير غير لو انت عندك كبة صغيرة مش هتاخد منك. بس صدقيني الحبة اللي حطيتهم في الكبة هم اللي انا حطيتهم في الخلاط. بصوا انا خدت شوية مية من اللي نازلين من الطعمية التانية وحطيتهم عندي في الكبة علشان خاطر تلف معايا وتبقى ناعمة وكويسة. هنضربها كمان ضربة جامدة قوي كده. خلي بالك حاجتك تشغليها متقطعة، ماشي؟ يعني تشغلي وتوقفي، تشغلي وتوقفي علشان الكهرباء بتاعة الموتور ما تتعبش منك. اهو انا كده ضربتها، بتشوفي الملمس اللي انت عايزاه اهي طلعت زي الفل وما فيهاش اي حاجة. هنحطها على التانية، هي ممكن تكون فاتحة شوية أو التانية علشان كانت مركونة في الهواء فأخدت لون أغمق شوية. بس الاتنين نفس الطريقة والاتنين نفس النوعمية والاتنين نفس الضربة، ما فيهمش أي اختلاف. حابة تعملي دي اعمليها، حابة تعملي دي اعمليها. أهم حاجة في الموضوع إن انت تدوسي على قد ما تقدري على المنخل أو على الحاجة اللي انت بتصفي فيها عشان تستغني عن المية دي. المية دي ممنوعة خالص خالص في الطعمية. تمام. هنا عندي الطعمية اتضربت او اتطحنت او فرمناها زي ما بتقولوا. اهم حاجة دلوقتي انت ما بتحطيش توابل خالص، الملح فقط لا غير. وهندي ضربتين
بالمضرب بتاعنا كده علشان ندخل فيها الهواء عشان تديك الطعمية اللي بتبقي شايفاها منفوخة عند الراجل وهايشة كده. تمام. هنضربها كويس ضربة حلوة كده لحد ما ندخل فيها شوية هواء، وبعد كده هقول لكم ايه اللي هيتم تاني. انا كل اللي حطيته الملح فقط لا غير. التوابل بتاعتك الكمون الشطة الكزبرة الناشفة بتحطيها لما تيجي تستعملي الطعمية. اديني دخلت فيها الهوا اهي، وجميلة وخفيفة جدا، وكمان كان طعمها لذيذ جدا جدا جدا، وحاجة انت عاملاها في البيت وما كلفتكيش حاجة وفي نفس الوقت نضيفة. هنا بقى بعبي الأكياس بتاعتي على قد ما تكوني انت عايزة، وهنخلي برضو حبة هنقليهم مع بعضين عشان نشوف التجربة عملي، وهقول ايه المميزات وايه العيوب. انا لحد دلوقتي مش شايفة اي عيوب، بس هقول لكم العيب اللي كان موجود. هقول لكم هنا انا حطيت النار بتاعتي وابتديت ان انا اعمل الطعمية. هي لا فكت ولا اي حاجة، بس طلعت طرية شوية، ما فيهاش الحتة الكراسبي. لازم اكون امينة معاكم. ليه؟ علشان خاطر دوت امانة، لازم اقول ايه اللي تم معايا بالظبط. بصوا، ما اتفتفتش، ما اتكسرتش، وهتتقلب بمنتهى السهولة. بس طلعت طرية شوية، ما طلعتش بتقرمش كده تحت السنان، لا، طلعت طرية شوية. ليه؟ كانت عايزة تتصفى من المية تاني. لو انت مش لاقية زي ما عندي المنخل كده، انا دماغي ضربت خالص وكان ضيق عليا. لو كنت افتكرت كنت جبت شاشة من اللي هي البيضة النضيفة دي اللي احنا بنصفي بيها اللبن او بنصفي بيها الجبنة القريش، وكنت مسكت الطعمية وحطيتها وفضلت الف فيها كده لحد ما تنزل المية اللي فيها كلها. هي الحمد لله ما فكتش مني وماشية زي الفل لحد دلوقتي. تمام. بس طلع طرية علشان المية اللي كانت موجودة فيها. ده للأمانة، ولازم أقول على الحاجة دي عشان اللي تجرب الوصفة ما ترجعش تقول منك لله يا حبيبة انتي قلتي لي اعملي كذا وانا عملت من وراكي. صفوا الطعمية، ممكن تسيبيها 10 دقايق ربع ساعة زي ما انا سايباها كده على المنخل لحد ما تنصل المية اللي فيها. مش قادرة تستحملي وما عندكيش حاجة واسعة، هتجيبي شاشة وتحطي فيها الطعمية بتاعتك وتبتدي ان انتي تعصريها لحد ما تنزل المية اللي فيها. مش هتلاقيها طرية ابدا وانتي بتاكليها، هتلاقيها بتقرمش زي بتاعة الراجل بالظبط. طالعة زي الفل اهي، وريحتها قلب البيت. قسما بدين الله ريحتها كانت قلب الدنيا. هنا كنت واقفة بكلم سلمى بقول لها لما تيجي تقلي الطعمية قبل ما تقلبيها على الوش التاني هاتي بالمقصوصة عليها زيت، عشان لما تيجي تقلبيها تكون متشمعة وما تفتفتش في الطاسة بتاعتك. هنا انا كنت حاطة سمسم على كزبرة، وكنت بعوص ايديا وكنت بقلي. عملت حبة بسمسم وعملت حبة سادة اهو. بس تحطوا كده الزيت على وش الطعمية علشان تتشمع وما تيجي تقلبيها ما تفتفتش معاكي. انا كنت عامله الفول والطعميه فيديو واحد بس لقيتهم طوال جدا فقسمت. ان شاء الله هتشوفوا الفول بكره باذن الله. حاجه كده طالعه وهم، حاجه نظيفه من بيتك، وحاجه انت ضمناها عاملاها ازاي. واحنا الحمد لله طول ما فينا ايدين وراس نقدر نعمل كل حاجه اهو. اخر حبه سمسم وكنت عملت بيهم الطعميه يا القمر داي اهو. حاولي ان انت تجيبي الزيت على الطعمية النية علشان تشمعيها من فوق، عشان لما تيجي تقلبيها تتقلب معاكي كويس. والله 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 ده العيب الوحيد اللي انا قلت لكم عليه. ما فيها عيب تاني، ولا في الطحن بتاعها ولا في الضرب بتاعها ولا في تحضيرها ولا في اي حاجة، زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى اللي شافت الطعمية بتاعتي الحلوة ديت اعملي لي لايك واعملي لي اشتراك لو مش مشتركة عندي، واكتبي لي كومنت حلو مش لازم يخص الوصفة. ادعي لاخواننا الفلسطينيين او اذكري ربنا باي دعوة تكوني حباها. وادي الطعمية بتاعتنا، ويا رب يكون اليوم بتاعنا والوصفة بتاعتنا عجبتكم، واشوفكم على خير. ما تنسونيش في اللايك. سلام عليكم.